بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. مفيش احلى من صوت الجماهير، والكوره اصلا علشان الجمهور، عشان المتعه بتاعه الجمهور. لما الناس بتدور دايما، واهل الكوره المجانين بيدوروا على حاجه، يدوروا على ماتش ممتع مثير يتفرجوا عليه. اما وانك عزيزي المشاهد على بعد ساعات قليلة من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي سيد أسياد إفريقيا والحائز على هذه البطولة بعدد 10 مرات، وفي انتظار ال11 الأهلي وهو صاحب الأرقام القياسية أمام فريق كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هو الوداد المغربي. هو أنا ابتديت ليه الحلقة بصوت الجمهور؟ لاني ما تخيلش يوم الحد الا بصوت جماهير النادي الاهلي، الا بالساعه الكامله في استاد القاهره بصوت جماهير النادي الاهلي، بهتاف جماهير النادي الاهلي الذي اتمنى الا ينقطع من الثانيه الاولى لحد الثانيه الاخيره. واللي بفكر فيه واللي بتمناه ان الناس ما تروحش تهلك نفسها قبل الماتش ساعتين ثلاثه، شجع في الهوا وخش جوه الماتش تعطر، لا، شجع يا بيه اول لما تبتدي المباراه لحد الثانيه الأخير. هيبقى لينا وقفة، هيبقى لينا كلام كبير وكلام كتير فيما يتعلق بهذا اللقاء، ولكن خليني أبتدي معاكم بالمهم. ماذا عن قائمة الأهلي؟ باختصار شديد، هناك متغيرات في غاية الأهمية بالنسبة لك عزيزي المشاهد الأهلاوي، بخصص لأني بكلم جمهور النادي الأهلي في هذه الجزئية. قائمة الأهلي في لقاء الذهاب تخلو من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الأساسي. قائمة مباراة الذهاب ليس بها محمد الشناوي على الإطلاق. طيب ليه ما فيهاش محمد الشناوي على الإطلاق؟ هقول لك القائمة، بس خليني أقول لك ليه ما فيهاش محمد الشناوي. الشناوي جاهز ولائق من الناحية الطبية، وحصل جلسة ما بينه وما بين كولر، وكانت هناك رغبة كبيرة وتمسك من الشناوي بأن يكون متواجدا في لقاء الذهاب. أمام هذه الرغبة وهذا التصميم وهذا الإصرار، كانت هناك أفكار لها علاقة بالمدير الفني وقرار من المدير الفني مارسيل كولر بإراحة الشناوي، واتقال له إنه هبقى محتاجك في مباراة العودة أكتر من مباراة الذهاب، وبالتالي محمد الشناوي لن يكون متواجدا على الإطلاق في قائمة النادي الأهلي. السؤال الثاني، إذن من سيحرس عرين الأهلي في هذا اللقاء المهم بل والمهم جدا؟ بنسبة 99% مصطفى شوبير هو حارس هذا اللقاء، بنسبة 99%. يأتي بعده اللي 1% عايز تنزل شوية مثلا تقولها 98%، ل 2% علي لطفي. والراجل من نوعية الناس المدربين اللي بيبقى مستقر بشكل كبير وعارف هو عايز ايه من اللقاء، وبالتالي ما هو مطلوب الآن من جمهور النادي الأهلي هو الطبيعي. أنا عارف إنه هو الطبيعي، وعارف إن جمهور النادي الأهلي أكيد بيعمله تلقائي، ولكن المطلوب هو إغلاق فكرة عدم وجود الشناوي من عدم، وهذه الفكرة غير مقبولة حتى للنقاش إذا كنت أنت بتفكر في مصلحة ناديك، لأنه أنت عندك 2 حراس. هناك الأوفر حظا مصطفى شوبير، أما وإنه أخذ الفترة اللي فاتت وأثبت كفاءة، شاب بسم الله ما شاء الله عليه، عنده ثقة بنفسه، عارف يوزن الأمور كويس، يعني ما هوش منفوخ على الناس وما هوش منفوخ على الكرة وما هوش مهزوز، هو واثق، عارف الفرصة اللي هو موجود فيها وبيتعامل وفقا ليها، ودي بتفرق كتير قوي، ودماغه راكزة مش كبرانة. وبالتالي انت امام حالة دعم حقيقية لل2 حراس بتوعك. الأوفر حظا هو مصطفى شوبير، يليه علي لطفي، ما قدامكش فرص تاني. إذا كنت من جمهور النادي الأهلي الحقيقي فأنت ما عندكش غير فرص دعم فرقتك ونجومك وولادك اللي هيكونوا موجودين في هذا اللقاء. سواء كان مصطفى اللي عمل تصديات مميزة في المباريات الماضية وظهر تاني بقولها بمظهر الواثق، ودي حاجة كويسة جدا جدا، ادى للناس رسالة اطمئنان، يعني كمستقبل فريق موجود في حراسة مرمى النادي الأهلي. الظروف هتحطه في اختبار صعب، ما هوش سهل على الإطلاق، هتطلب منه تركيز كبير جدا جدا، هتطلب من زملائه
مساعدته ودعمه. ولكن خليني اقولها لك بصريح العباره، لعيبه الكوره بشر بشر بشر، تاني وتالت ورابع. قول لي اسحب منهم تليفوناتهم، قول لي خد منهم تليفوناتهم، قول لي لا المفروض ما يشوفوش سوشيال ميديا، المفروض ما يعملوش ما اعرفش كذا. هيشوفوا هيتاثروا. فانت امام اختبار حقيقي للفكره ديت. انت هتعمل ايه؟ هتقف مع علي لطفي وتدعمه وتدعم وجوده في هذا اللقاء؟ هتقف مع مصطفى شوبير وتقول لا الاهلي فعلا بما حضر كجمهور؟ هو ده الاختبار الحقيقي. يعني هتقول كده ولا هتقول حاجه تانية ولا واحنا لا وازاي يا عم كولر والشناوي؟ هذه الامور تاتي في مرحله اخرى غير المرحله اللي انت بتتكلم فيها، لان انت قدام احتكاك صعب، قدام احتكاك صعب عنيف مش سهل. ده نهائي، مباراه نهائيه. انت محتاج، وانا هنا حقيقه بقول ده بدافع رقم من 1 لحد 1000، ان انا عايز الاهلي ياخد البطوله ديت. الاهلي يمثل مصر في هذه البطوله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ولما نقول الاهلي سيد اسياد افريقيا والاهلي بابا الشغلانه في افريقيا، الاهلي المصري، الاهلي المصري. الاهلي لما اخواتنا التوانسه اتسالوا قال لك لو لم يكن الاهلي متواجدا في افريقيا لكان للفرق التونسيه باعا وشانا اخرا. يا ده حقيقي، ده امر واقع يعني. اذا انت بتتكلم عن نادي مصري، وبالتالي وبطبيعه الحال هبقى بتمنى من النهارده لحد بعد المباراه انه ما تحصلش حاجه غير ان الاهلي يكسب. فده الدافع الاولاني. الدافع الثاني انه الطبيعي انه تحصل حاله دعم. انا هقول لك على حاجه كمان عشان بس تبقى بالمناسبه. انا عندي تشكيله النادي الاهلي بنسبه 99%، تشكيله النادي الاهلي كامله، بس مش هقولها عشان بس حضراتكم تبقوا في الصوره. مش هقولها، مش علشان خاطر فرقه الوداد ما تبقاش عارفه فرقه النادي الاهلي، لا، وانما تقديرا فقط لاي افكار ممكن تبقى عند الجمهور من ان انت كشفت الاوراق. بقول لك بقى بصريح العباره، لان انا متاكد وبنسبه 1000000% ان انا لو قلت التشكيله بتاعت النهارده وتشكيله الاهلي، ان الوداد عارف تشكيله الاهلي. لان بالمناسبه مفيش حد ما يعرفش تشكيله النادي الاهلي، مفيش حد هيبقى عنده الاحتمالات بتاعت النادي الاهلي. فرقه زي الوداد عندها بدل المحلل للاداء 1 و2 و3 بس. اما وان البعض قد يخيل اليه انه والله لا اصل انت بتاعنا بقى، يعني ده اعلام بلدي، فانت لما تقول اكنك بتساعدهم، فلا يا سيدي انا مش هعمل ده. ومش هعمل ده برضا نفس وبتنازل كبير علشان انت بس تبقى راضي وعندك القناعه. انما انا من جوايا عارف ان انا لو قلت التشكيله الوداد عنده التشكيله على فكره، وعنده المجموعه، عارف مين هيعمل ايه، وعارف الطريقه، وعارف كل حاجه، عارف كل حاجه. لان احنا بقينا بنلعب دلوقتي في زمن خلاص مفيش حد ما هوش عارف حاجه. قبل بس عشان الاهلي مهم جدا نتكلم عليه في الفتره اللي احنا فيها، اللي للاسف طبعا الوقت اخدنا. ماتش سيراميكا يا كابتن اتفرجت عليه؟ لا شفت الهدف بس. شفت بس الهدف. طيب عارف التشكيله اللي لعب بيها الراجل؟ بالتالي تعتبر هي التشكيله اساسيه للماتش الوداد. يعني لا ما بص يعني انا ما اعرفش. بس مصطفى شوبير لعب، محمد هاني، مصطفى شوبير طبعا عشان الشناوي او علي لطفي، عبد المنعم، متولي، معلول، ديانج، السوليه، مروان عطيه وبيستا والشحات وكهربا، نزل محمد شيف وعبد القادر، دول نزلوا. اعتقد ممكن يبقى ياسر ابراهيم مكان محمود متولي، ولو حمدي فتحي رجع. وحمدي مصاب؟ حمدي عنده ايه؟ عنده اصابه، بس يعني ما اعرفش هيلحق ولا لا. ولو لحق هل هيبقى فيه خوف عشان ما يلعبش؟ ممكن يتصاب في وقت في الماتش ده وما يلعبش، يعني يطلع من الماتش. لا خلي بالك الراجل ما عندوش الكلام ده، كولر ما عندوش الكلام ده. طالما ان هو جهز وهيحطه في التشكيل لو هو عايز يلعبه هيلعبه. لان هو الراجل عنده تيم مثبته في دماغه. الاهلي اقوى من الوداد فين؟ في الكوره. هنا لو ما كسبش النادي الاهلي 2-0 اقل حاجه الكوره ماليش دعوه. لا انا بقى بص اقوى من الوداد ولا مش اقوى حاليا؟ اقوى. طيب بس انا عايز منك تقول لي اقوى. ايوه بس هقول لك على حاجه. الماتش ده انت كنت ناقص امبارح، انت كسبان بجون اوف سايد. انا برضو عايز اكسب باقل مجهود. لا مش عايز اصابات، مش عايز يبقى ما تلعبش باللعيبه الاساسيه يا فاروق. يبقى انا عشان ماتش زي ده اديهم راحه لان بقى لهم فتره انا هالكهم. ايوه بس ريسك قوي ان انا ادي الفتره دي كلها. لا طبعا مش ريسك، لا بالعكس. ازاي يا كابتن؟ زي الناس ده بالعكس. هقول لك على حاجه. ما هو ادى المعلول وادى الهاني وادى عبد المنعم
وادى قبليها حسين الشحات، طب وادى لا قدر الله حد اتصاب كان ايه اللي عمل؟ ماشي. ما هو انا الخوف بقى ان انا عشان كده بقول لك الاداء ما انت عادي. خلاص بقى انت بتكسب. لا يا حبيبي، انا بتكلم بقى طالما ان انت بتقول تجربه قبل ماتش الوداد، انزل امسك الفرقه اللي قدامي مهما كانت هي، ادي رساله للفرقه بتاعت الوداد ان انا جاهز من كله اهو، كوره واداء وبدني وفنيات وتكتيك وكوره على اعلى مستوى. هو دي الرساله، طالما هلعب بالفرقه اللي انا هلعب بيها الماتش بتاع يوم الاحد. انت امبارح كان الاثنين صح؟ امبارح برضو الوداد لعب المغرب التطواني، كسب امبارح في الدوري. لا انا بتكلم على ادي الرسائل لان هيجوا يتفرجوا على ماتش امبارح فرقه الوداد. هو يعني مش عارف الاهلي لازم اديله ايوه لا يعني معلش يعني هل المغرب لا اخر ماتش مش عارف الاهلي عارف بيعمل ايه بره وجوه، وما كسب الترجي بره وجوه، كسب الرجاء وتعادل معاه هناك، هو عارف الاهلي مش لازم العب الماتش انا يعني. ولما خسرت 5 كنت انت فين وهو كان فين؟ ماليش دعوه، انا ظرف بيحصل. لا ولما خسرت من الهلال برضو اسمع، بص احنا مش عايزين نقولها كده، احنا عايزين نقول يعني كل المعطيات اللي هي تكسب النادي الاهلي. تمام. انت بتقول لي امبارح بروفه، لو بروفه لا انزل ودوس وادي رساله ان الفرقه هتيجي ان شاء الله، يبقى الدنيا مولعه في الملعب. ماشي. واخد بالك؟ لا وفي ناس تقول لك العب على الهادي واكسب باقل مجهود عشان ما لا العب على الهادي يا زبادي دي مجهودك. لا يبقى خلاص لاعب الناس اللي هي بقى مشتاقه تلعب كوره وتشوف ده وتشوف ده عشان الموسم الجديد وكل الكلام ده وما يعرفوش. انت دلوقتي بتقول لي ان دي تجربه ودي اخر ماتش وده هم اللعيبه دول اللي هيلعبوا صح؟ انا كوداد هجيب اخر ماتش للنادي الاهلي طالما ان هي طب يا ريت يجيبوه ايوه يتفرجوا كده. ايوه لا طالما ان ده اخر مباراه وكل الصحف وكل المواقع قالت ان دي التجربه الاخيره قبل ماتش الوداد، يبقى انا ايه كمدرب هجيب الباقه وابص على الفرقه. انت واخد بالك؟ لو مدرب مش هجيب ماتش في الدوري، هجيب له ماتش في افريقيا، يعني هو بيلعب فريق ماشي اكيد هيجيب ماتشين 3 الترجي رايح جاي كده ويشوف قوته. المشكله يا فاروق ان انت يعني بتخلي جماهير الاهلي، يعني انت بتستفزني وتخلي جماهير الاهلي تشتمني انا. لا خالص. لا ما انت برضو يعني، ما انت لما شلت 5 كنت قاعد وشك مش سود هنا وما كنتش طايق نفسك. طب ده طبيعي، ده مصر كلها كانتش متضايقه. لا انت كلها متضايقه. انت كنت فرحان يعني يا كابتن؟ ايه؟ انت كنت فرحان؟ لا انا مش فرحان، بس انا يعني كنت فرحان فيك انت. كنت فرحان فيك عشان برضه عندكم حته الانا دي، وساعتها بتقول لي لا وهنكسب ومش عارف ايه والكلام ده. فلما خدت 5 يوميها صعبت عليا. ماشي يا كابتن. الاهلي ياخد دوري ابطال؟ طبعا ياخد خلاص. خلاص انسى خلاص كده مفيش حجه. وانا بقول لك اهو كسبت 2 مبروك الدوري البطوله من هنا. انت كنت حاسسها اصلا يا كابتن يعني ان الاهلي هيوصل للنهائي؟ قلت لك بص هي ماشيه في اتجاه الاهلي. اول هام لما قلت لك لو تفتكر قلت لك داخل 3، تاني هام ضربه الجزاء، تالت هام ماتش الرجاء اللي هي ضربه الجزاء اللي ضاعت. فكل الكلام ده دي علامات هتوصلك النهائي وتاخده. بس انت في دور هنا اهم من هناك، انك تمشي من هنا وانت كسبان 2 اقل حاجه عشان تبقى رايح هناك مطمن ان شاء الله. لان هو الوداد مش هيكسبك هناك فني. خلي بالك وحط دي تحتيها 100 خط. معاك هيبقى في امور كتيره غير الكوره يعني. بص فني الاهلي يكسبه هنا وهناك فني، بس لو النتيجه قريبه وفي امل في عوامل بره المستطيل الاخضر هتتدخل. تمام. فهمت؟ لا تمام. وصلت؟ واصله اللعيبه، واصله الاداره وكلنا بنبقى انما لو فنيات كسبان مكسب كويس. لو فنيات انا بصراحه فرقه الوداد انا شفتها مع كل الاحترام ليها ما حدش خوفني. ما عملش حساب لحد لان ما حدش لفت نظري. واخد بال حضرتك؟ هتقول لي بيلعبوا مجموعه وكل كده، لا الاهلي يتفوق. انما لو ما روحتش من هنا ضامن ما تلومش. طبعا بتفق معاك.